وصفتنا النهاردة فعلا ما يختلفش عليها اتنين. بسكوت بيمبو الجميل اللي تربينا عليه وبنربي ولادنا عليه، بس هنقدمه بطريقة اقتصادية حلوة قوي. سهلة وبسيطة وشكلها زي ما احنا شايفين كده حاجة تفتح النفس. بالنسبة للمكونات بتاعتي عندي بيض، دقيق، زيت، سكر بودر، بس تقريبا هي دي المكونات الأساسية اللي عندي. هسيب لكم المقادير بالظبط في اخر الفيديو، ممكن مكتوبة تاخديها سكرين شوت. عندي هنا بيضتين حطيتهم وحطيت عليهم السكر البودرة، حط عليهم الفانيليا ومعلقة من العسل الاسود، ممكن تستغني عنها بس بتدي طعم حلو بصراحة. بعد كده ابتدي اضرب المكونات بتاعتي مع بعضيها كويس، وهضيف الزيت، بعد كده هبتدي اضيف الدقيق بتاعي واحط عليه رشة ملح. مهمة رشة الملح في الحلويات، بتعادل الطعم. بحط البيكنج باودر وابتدي اديله ضربة بسيطة كده بالمضرب عشان الم المكونات بتاعتي، وبعد كده اشيل المضرب وابتدي الم المكونات بايديا. ما بعجنش انا، بس في البسكوت بلم المكونات. حسيت ان هو هيحتاج دقيق فحطيت معلقة كمان من الدقيق. هلم العجينة بتاعتي وبعد كده ابتدي ان انا افردها. شايفة العجينة جميلة ازاي؟ ممكن تريحيها 10 دقايق وممكن انا اشتغلت بيها على طول. بتفردي كيس تلاجة على الرخامة بتاعتي وبحط تحتيها نقطتين مية عشان الكيس يلزق ما يتحركش وانا بفرد العجينة. ممكن تحطي ورق زبدة، تفردي على ورق زبدة. لو وصلتي معايا لغاية هنا وعجبك الفيديو ما تنسيش بقى اللايك. بفرد العجينة بتاعتي، هفردها سمك رقيق حوالي 2 أو 3 ملي، وبعد كده اجيب القطاعة وابتدي اقطعها. ممكن بكوباية تقطعيها، بكوباية الحجم المناسب اللي انتي عايزاه. قطعتها، هبتدي بقى احطها على صاج فرن. انا حاطه عليه ورقة زبدة. تقريبا الكمية دي عملت عندي 3 صاجات من صيجان الفرن اللي هي مقاس 30 في 40. انا مولعة الفرن على درجة حرارة 180، وهبتدي اسويه. طبعا بلم باقي العجينة اللي بتفيض بلمها وبعملها تاني، بشكلها تاني. عطاني 3 صاجات من الصيجان دي مقاس 30 في 40، وبسويها على قلنا درجة حرارة 180. بتسويها بتبقى تسوية كده على الهادي، وفي نفس الوقت اللون يكون فاتح، متسويهاش قوي. دي الكمية حوالي 80 بسكوتة. هلزق كل 2 في بعض عن طريق شوكولاتة بسيحها وبحط لها نقطتين من الزيت عشان تبقى خفيفة كده وناعمة معاكي. هبتدي ألزق كل الشوكولاتة البسكوت كل 2 في بعض زي ما احنا شايفين كده. انا خلصت الكمية بتاعتي. ابتدي بقى اغطيها بالشوكولاتة كمان. انا بجيب بتاع طقم التوزيع وابتدي احط عليها الشوكولاتة. ما بحبش احط البسكوتة كلها جوه الشوكولاتة، بتاخد شوكولاتة كتير جدا، واحنا قلنا طبعا عايزين نعمل اكلة اقتصادية او حاجة اقتصادية، فبعملها بالطريقة دي. مش بتاخد معاكي شوكولاتة كتير، مش بيبقى فيه هدر كتير كمان في الشوكولاتة. كده بصفي الزيادة وبشيلها بالشوكة، احطها تاني على ورق الزبدة. لو انتي في الصيف هتدخليها تاني هتدخليها التلاجة تجمد. لو في الشتاء مش محتاجة تلاجة، هي الشوكولاتة بتجمد على طول معاكي. طيب بالنسبة للرسمة اللي احنا كنا شفناها هنعملها ازاي بقى؟ كده انا خلصت الكمية كلها. الرسمة عبارة عن قالب او فرخ من الترانسفير الفلات. بتجيبيه من محلات خامات الحلويات. هتحطي عليها برضو شوكولاتة مسيحاها على حمام مائي، وبحط عليها معلقتين زيت، وبعد كده ابتدي احط الشوكولاتة على الترانسفير وافردها كويس قوي زي ما احنا شايفين. انا غطيت كل الترانسفير بالشوكولاتة، وبجيب نفس القطاعة اللي قطعت بيها البسكوت وابتدي اقطع. الكلام ده امتى؟ انا مش بسيب الشوكولاتة تجمد قوي، بعد دقيقتين تقريبا من ما صبيت الشوكولاتة. يعني يا دوب لسه الشوكولاتة يا دوب ان هي مسكت نفسها. بعد ما بقطعها بدخلها التلاجة حوالي 5 دقايق وابتدي اخرجها زي ما احنا شايفين، والزقها على البسكوت وهي الشوكولاتة بتاعت البسكوت لسه
طرية. طب لو كانت الشوكولاتة نشفت، يعني انا هنا حسيت ان الشوكولاتة ايه جفت معايا، فممكن تحطي نقطة من الشوكولاتة في ظهر الترانسفير وتلزقيها على البسكوتة بتاعتك، بيديلك شكل جمالي وشكل حلو. اتمنى يعجبكم. ومع المقادير بقى هتشوفي المقادير دلوقتي.